قلت لك بعد ماتش الجيش الملكي والاهلي ان الاهلي هيخرج من البطوله دي، والسبب هيبقى من ضمن الاسباب الكبيره جمهوره. ما هو انت طبيعي لما تلعب ماتش الذهاب مع الترجي في تونس في رادس في الاجواء دي ممكن تخسر عادي، ما تبقاش موفق الماتش ده تخسر 1-0، وهي بالمناسبه نتيجه مش سيئه يعني، الاهلي يقدر يكسب هنا 2 3 4. بس ده الكلام ده لو الاهلي بيلعب بروح الفانله الحمراء، مش بيلعب بلعيبه بتلعب ببدر وجرافطات. ومش بس كده، لا ده كمان معهوش جمهوره. يعني تخيل لما الترجي يجي لك استاد القاهره استاد الرعب ب 80,000 متفرج والاستاد متقفل، ساعتها بنسبه 99% الاهلي هيلعب وهيجيب اجوان وهيخرب الدنيا. انما باللي هنشوفه في ماتش العوده، وهفكرك الماتش ده لا هيخلص 0-0 لما يخلص 1-1 والترجي هيصعد. واستنونا وهنشوف، عشان لما نقول الجمهور الاهلي غلط غلطه كبيره الناس قالت لك ده كنا بنرد الفعل برد الفعل ومش عارف ايه، والكابتن شوبير قال لك هترسع على غرامه ماليه، وفي ساعتها قلت مش هيحصل والاهلي هيتوقف لجمهوره زي ما حصل مع الجيش الملكي وتوقف له جمهوره. وشفناه برضك اتاثر عليه لما لعب بيراميدز من يومين على ارضه وسط من غير جمهور، مش هقول لك وسط جمهوره بقى. بيراميدز قدر يطلع بالماتش 1-1 ونتيجه 10/10 بيراميدز، وبيراميدز هيوصل للعام الثاني على التوالي لنهائي دوري ابطال افريقيا. وصلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم، تعمل شير وفولو لايك. سلام.